مع نزول حدث التوتي نظام اللعبه اتغير بالكامل، وبعد نزول النظام ده الناس اتضايقت جدا وقالت ازاي احنا نقدر نجمع مثلا 100 تذكره، او ازاي هنجمع 900 نقطه شارد عشان نقدر نجيب لاعب 117. ولكن يا عزيزي اللي انت ما تعرفوش ان انا اقسم بالله العلي العظيم لو اتفرجت على الفيديو ده للاخر لخليك تجمع اكتر من 200 الف جوهره. مش بس كده، خليك تجمع اكتر من 10000 نقطه ترقية تصنيف، وكمان هخليك تضمن ما بين الخمسه لل10 لعيبه ما بين 116 ل 117. وكل الحاجات اللي انا عمال اقولها لك دي كلها من جوه اللعبه، مفيش اي موقع، مفيش اي حاجه، كلها مهام من جوه اللعبه هتعملها وهتاخد كل الجوائز دي على مدار حدث التوتي. فاستعد يا عزيزي علشان انت قدام فيديو جامد جدا. قبل ما نبدا انزل دوس لايك واشترك معانا في القناه. مهمتك الوحيده يا عزيزي ان انت تكمل الفيديو ده للاخر علشان تفهم نقطه نقطه فيه، واي ثانيه في الفيديو ده هي حرفيا بجوائز كتيره جدا داخل اللعبه. من غير ما اطول عليكم يلا بينا على الفيديو. نبدا باول حاجه معانا يا عزيزي، واللي هي من اهم الحاجات في اللعبه واللي ضروري جدا تبقى معاك كتير منها، علشان كل ما بقى معاك اكتر كل ما بقى تقدر تشتري او تكسب لعيبه اقوى، وهي الجواهر. قبل ما اقولك ازاي تجمع 200 الف جوهره انا عايز بس اعرفك نظام الفيديو. هنعدي على حاجه يعني هنعدي على الجواهر، بعدين نقط طريقه التصنيف، بعديها اللعيبه اللي هتقدر تكسبها القويه يعني من الحدث ده. يعني احنا هنحسب كل الحاجات اللي قدامك دي هتقدر تحصل منها كام بالظبط على مدار حدث التوت اللي هو يقعد معانا 6 اسابيع. فتعالى نبدا باول حاجه معانا وهي الجواهر. مبدئيا كده الجواهر عندك جواهر كتيره جدا في قسم الدوري على مدار حدث التوتي، وهي ال 10000 جوهره تقريبا الاسبوعيه. لو انت دخلت على الدوري ودخلت على لوحه الصداره تلاقي ان انت عندك جواهر اسبوعيه. انا مثلا الدوري بتاعي بيستلم اسبوعيا، او هيستلم الاسبوع ده حوالي 9600 جوهره. انت نفس الطريقه ادخل شوف الدوري بتاعك بيستلم كام جوهره، ولو لقيت الدوري مش بيستلم جواهر فاطلع منه فورا وادخل على اي دوري تاني، لان حرفيا انت بتضيع على نفسك 10000 جوهره كل اسبوع. ولو انت ما تعرفش الرقم ده كبير قد ايه، ف 10000 هنضربها بستة اللي هي مده الحدث او الست اسابيع، يعني ف 10 في 6 هيطلع لك 60000 جوهره هتستلمها من قسم الدوري على مدار حدث التوتي. يعني انا هجمع 60000 جوهره من قسم الدوري؟ هقول لك استنى عليا يا معلم، ده الديفيجن حرفيا مليان جوهر بعد التحديث. تعال ندخل ونبدا نحسب يا معلم. اولا انت تدخل على الدوري على الديفيجن عموما وهتدوس على المكافئات بتاعه الصعود. لو انت لو انت لسه ما عملتهاش اصلا هتلاقي هنا كلمه اسمها استرداد الكل، هتدوس عليها هتسترد بالظبط يا معلم. لو انت كنت قبل التحديث وبطل فيفا هتسترد 9000 جوهره بالظبط، تسترد 9000 جوهره اللي هي كل المكافئات اللي قبل اسطوري 5. طبعا اللعبه بتديها لك لان انت كده كده من بطل فيفا بتنزل للاسطوري 5، فهتسترد بالظبط يا معلم 9000 جوهره. تمام، يعني انا كده هسترد 9000 جوهره. اقول لك لا خلاص، انت مش هتسترد 9000 جوهره بس، لا انت تسترد 27000 جوهره، لان انت هتضرب، لان احنا هنضرب 9 في 3، 9 اللي هي 9000 جوهره اللي اخدتها اول ما دوست استرداد الكل اول ما دخلت على الديفيجن، وهتضربهم في 3 اللي هم انت مش عندك نمط ديفيجن واحد، انت عندك هجوم تنافسي ووجه الوجه ونمط مدير فني. يعني انت تسترد 9000 جوهره من كل نمط فيهم، يعني نضرب 9 في 3 هيطلع لك 27000 جوهره تقدر تستردها النهارده. تاني حاجه يا معلم هتاخد منها جوهر في الديفيجن، وهي ان انت لما تتاهل لبطل فيفا او حتى لما تتاهل لعدد معين من النجوم. يعني لو دخلت كده على اللي هي الجوائز بتاعت الديفيجن هتلاقي ان انت اول ما تتاهل لبطل فيفا هتاخد بالظبط 10000 جوهره. ولكن التاهل لبطل فيفا شيء عادي، فاحنا تعالى نحسب ان كل الناس هتتاهل لاول 10 نجوم، لان اكيد الناس مش هتقف عند بطل فيفا. انا عن نفسي عاده بوصل من ال10 لل20 نجمه. فتعالى نحسب يا معلم ان انت في السيزون ده هتاخد 10 نجوم في الوجه الوجه، و10 نجوم في الهجوم التنافسي، و10 نجوم في نمط المدير الفني. على فكره في ناس بتوصل ل 40 و50 نجمه. يعني لو انت الموسم ده او السيزون ده وصلت لل10 نجوم فانت هتاخد 10000 جوهره من البطل اف سي، وهتاخد 10000 جوهره من التاهل لاول 10 نجوم، يعني 20000 جوهره مضمونين منك للديفيجن. طبعا مش هتاخد 20000 بس، لا انت تضرب ال 20000 في 3 لان انت عندك 3 انماط ديفيجن، فانت كده عندك 20 في 3 يعني كده 60000 جوهره يا معلم. حطهم على ال 27000 جوهره اللي كانوا معاك من شويه، فانت كده بقى معاك 87000 جوهره لغايه دلوقتي. هل مفكر بقى نروح نطلع من الديفيجن عشان خلصنا كل الجواهر وحلبنا الديفيجن؟ هقول لك لا والله، ده لسه بقى جواهر كتيره في الديفيجن. اقول لك يا معلم ركز معايا عشان لسه ما خلصناش الجواهر. انت اصلا لو دخلت على اي نمط من انماط الديفيجن تلاقي عندك هنا حاجه اسمها المكافئات الاسبوعيه. طب هي ايه اصلا المكافئات الاسبوعيه دي؟ المكافئات الاسبوعيه دي اللي هو انت لو لعبت لك ماتشين 3 بتدخل حاجه هنا اسمها لوحه الصداره وبتتصنف، وعلى حسب تصنيفك بتستلم جواهر اسبوعيه. وتقريبا انت بتقدر تستلم من كل نمط من الثلاث انماط دول حوالي 2500 جوهره كل اسبوع. 2500 جوهره من كل نمط، يعني انت بتستلم كل يوم خميس تقريبا حوالي الساعه 6 او 7 صباحا
بتستلم 7500 جوهرة كل يوم خميس. طب 7500 جوهرة دول هل هتستلمهم على مدار الحدث؟ لأ، أنا باقول لك كل أسبوع 7500 جوهرة. طب الحدث كام أسبوع؟ الحدث 6 أسابيع، يعني هنا يعني هنضرب 7500 جوهرة في 6 أسابيع هيطلع لك يا معلم 45,000 جوهرة هتستلمهم من المكافآت الأسبوعية من وقت يعني حدث التوتي. فلو عايز تستلمهم يبقى أنت كل أسبوع ادخل العب لك ماتشين 3 يعني لغاية ما تتصنف هنا في لوحة الصدارة. أول ما تلاقي اسمك جاي هنا خلاص يا معلم وقف كده، أنت تلعب لك ماتشين 3 بالكتير أوي وهتلاقي نفسك اتصنفت، وكل أسبوع هتستلم 7500 جوهرة. طبعًا مش في نمط واحد، لأ في ال3 أنماط، يعني ادخل على كل نمط واتأكد إن أنت في لوحة الصدارة الأسبوعية. 45,000 جوهرة على ال87,000 جوهرة اللي كانوا معاك أصلًا من شوية، فأنت تقريبًا لغاية دلوقتي إحنا واصلين لحوالي 140,000 جوهرة. يعني أنت بالتمام والكمال يا معلم هتقدر تستلم ما بين ال130 لل140,000 جوهرة من قسم الdivision بس. تخيل 140,000 جوهرة من الdivision بعد التحديث، غير أصلًا ال60,000 جوهرة اللي حسبناها من الدوري من شوية. فأنت ضمنت يا معلم رسميًا كده 200,000 جوهرة بالتمام والكمال. ندخل على تاني حاجة يا معلم وهي نقاط ترقية التصنيف، واللي هي أهميتها لا تقل أبدًا عن الجواهر، لأن هي اللي بتطور لك اللعيبة اللي أنت تقدر تجيبها بالجواهر، يعني لولاها ما كنتش هتقدر تطور اللعيبة. طب أنا إزاي أقدر أجيبها عشان أقدر أطور اللعيبة اللي في التشكيلة بتاعتي؟ عشان باشوف ناس كتيرة جدًا عندها مشاكل مع تجميعها، وخصوصًا بعد ما اتضافت أصلًا بعد التحديث. بُص يا معلم إحنا نعدي على حتة حتة في اللعبة وأقول لك هي فيها كام نقطة في السريع ونجمّعهم في الآخر ونشوف أنت تقدر تحصّل كام نقطة على مدار حدث التوتي. أولًا كده في تصريح النجم يا معلم أنت تقدر تستلم 200 نقطة بالضبط، ومن المهام بتاعة التوتي هتقدر تستلم هنا 300 نقطة لمّا تسجّل 15 يوم، و100 نقطة عندك هنا مكافأة نهائية. فأنت كده عندك 400 نقطة على ال200 نقطة اللي كانوا معانا من تصريح النجم، فأنت كده يا معلم 600 نقطة. 600 نقطة زوّد عليهم 200 نقطة كمان هنا من قسم الدوري، فأنت كده لغاية دلوقتي 800 نقطة. 800 نقطة وعندك كمان هنا 200 نقطة كل أسبوع على مدار الحدث. عندك 200 نقطة كل أسبوع تقدر تاخدهم على مدار الحدث من المقايضات. 200 هنضربها في 6 اللي هي ال6 أسابيع بتاع الحدث، يعني هيطلع لك بالضبط 1200 نقطة على ال800 نقطة اللي كانوا معانا، فكده لغاية دلوقتي 2000 نقطة ترقية تصنيف. بعد كده يا كابتن هندخل على معسكر الاستكشاف اللي هي تقريبًا أكتر حاجة أصلًا في اللعبة، هي والdivision اللي جاي له كمان شوية فيها نقاط. معسكر الاستكشاف أنت بتقدر تستلم تذكرتين كل أسبوع، كل تذكرة فيها 200 نقطة، يعني أنت أسبوعيًا بتستلم 400 نقطة، يعني كده بالضبط على مدار الحدث هنضرب ال400 في 6 اللي هم ال6 أسابيع تقدر تحصّل 2400 نقطة. 2400 نقطة على 2000 نقطة اللي كانوا معانا من شوية يعني 4400 نقطة لحتى الآن. ندخل بقى على الdivision اللي مليان يا معلم. أولًا كده أول ما تدخل على مكافآت الصعود وتدوس استرداد الكل، لو أنت لسه ما دوستش هتقدر بالتمام والكمال يا معلم تستلم 400 نقطة. 400 نقطة وأنت عندك 3 أنماط يعني هتقدر تستلم 1200 نقطة على 4400 نقطة اللي كانوا معانا، يبقى أنت بالضبط لغاية دلوقتي 5600 نقطة. 5600 نقطة وتعالَ نقول إن أنت صعدت لبطل فيفا، فأنت تاخد 100 نقطة تزوّد عليهم 200 نقطة، تزوّد عليهم 300 نقطة، تزوّد عليهم 400 نقطة، تزوّد عليهم 200 نقطة، كده 600 نقطة بالضبط هتستلمهم لو اتأهلت للبطل FC، وده كده 100% كل الناس هتتأهل. ف600 نقطة من 3 أنماط يعني هنضرب 6 في 3 هيطلع لك 18 أو هيطلع لك يعني 1800 نقطة على ال5600 نقطة اللي كانوا معانا من شوية، فأنت كده يا معلم جمّعت لك 7400 نقطة بالتمام والكمال. ولو دخلنا على أيقونات توتي فأنت يا معلم من الحتة دي هتقدر تستلم 55 نقطة كل يوم، والحدث 41 يوم بالضبط. ف55 نقطة في 41 يوم هيطلع لك يا معلم 2400 نقطة تقريبًا، أو بالضبط يا معلم هيطلع لك 2255 نقطة على ال7600 نقطة تقريبًا اللي كانوا معانا أصلًا من شوية. يعني أنت تقريبًا يا معلم وصلت لحدود ال10,000 نقطة، وأنا كالعادة ولا حاسب لك مهام ولا حاسب لك بقية حدث توتي، حاسب لك حتة بس من حدث التوتي. فأنت لو جمعت كل الحاجات اللي في اللعبة فأنت معدي ال10,000 مرتاح. فكده نقدر نقول done للجواهر ونقدر نقول done ليه كمان نقول ترقية التصنيف. فأتمنى لغاية دلوقتي يعني تكون مكمل الفيديو وتدوس لايك، علشان حرفيًا عندي برضه باصور فيديو صعب جدًا ومليان حسابات، ويا ريت تعذروني لو اتلخبطت في كذا رقم لأن أنا باقول لك أنا مش فايق خالص. نيجي بقى للحاجة الأخيرة واللي هي بعد ما جمعنا الجواهر وبعد ما جمعنا نقاط ترقية التصنيف، الحاجات دي كلها أصلًا هي اللي بتجيب اللعيبة. إحنا عايزين اللعيبة نفسها، إحنا عايزين اللعيبة ال117 نجيبهم إزاي؟ بُص يا معلم إحنا هنحسبها واحدة واحدة ونشوف هتاخد
كام تذكرة، ونشوف هتقدر تحصّل كام لاعب 116 أو 117. أولًا طبعًا في حسبة اتعملت، أنا مش هاقعد أعدّها لك، ولكن اتعملت بتقول لك إن أنت تقدر من اللعبة مجانيًا تحصّل حوالي 80 تذكرة، 80 تذكرة بقى من الدوري، من المهام، من حدث التوتي، من تصريح النجم، من الحاجات دي. يعني أنت مجانيًا ضامن 80 تذكرة، تمام، حلو أوي 80 تذكرة. أنت تعرف إن ال80 تذكرة دول أنت يعتبر شبه ضامن لاعب over 117، لأن أنت لو دخلت هنا بيقول لك لو فتحت 100 تذكرة هيطلع لك لاعب 116 أو 117، فأنت كده يا معلم ضامن من اللعبة مجانًا لاعب 116 أو 117 لمجرد إن أنت تخلّص المهام وتخلّص كل حاجة عليك من حدث التوتي. فكده بسم الله الرحمن الرحيم أنت أول لاعب كده أنت ضامنه، تمام. أنت كده مفكر إن إحنا خلصنا؟ لأ يا معلم، إحنا لسه مجمّعين لك 200,000 جوهرة، أنت هتركنهم أكيد هتروح تشتري بيهم تذاكر وتفتح بيهم برضه. تعالَ نقول يا معلم إن أنت صاحب أسوأ حظ في الكوكب، وهتفتح بال200,000 جوهرة وهيطلع لك لاعب 117 واحد بس، من اللي هي من سواء كان من السحب أو من ال10 سحبات، هيطلع لك لاعب 117 واحد بس. وكده يا معلم أنت صاحب أسوأ حظ في العالم، تمام. كده لغاية دلوقتي إحنا ضامنين 2، تمام. كده أنت ضامن لاعب 117 قلنا من ال200,000 جوهرة. طب أنت أصلًا لمّا تفتح 200,000 جوهرة هتخلّص 100 تذكرة مرة تانية، يعني أنت ضامن لاعب تالت. لأن ال100 تذكرة دي على فكرة هي مش مرة واحدة بس، يعني أول ما تفتح 100 تذكرة خلاص كده هيطلع لك لاعب 117 والتذاكر دي هتتشال. لأ، أنت أول ما تفتح بال100 تذكرة هتتجدد مرة تانية، ويقول لك لو فتحت 100 تذكرة تانية هنطلع لك لاعب تاني. فأنت أصلًا ممكن تفتح بال700 أو 800 تذكرة ويطلع لك 7 أو 8 لعيبة 117. فكده لغاية دلوقتي ضامنين 3 لعيبة 117 أو يعني من 116 ل117. يا معلم أنت طلع لك من 200,000 جوهرة لاعب 117 واحد بس. يا معلم أنت طلع لك من 200,000 جوهرة لاعب واحد بس over 117. طب بقية اللعيبة اللي طلعت لك أنت تعمل بقى إيه؟ طبعًا مش هترميهم، هتيجي تحطهم هنا في التوكن 26 مرحلة 2. التوكن دي صعب جدًا تجمّعها، بس مع كتر اللعيبة ومع ال200,000 جوهرة اللي أنا مجمّعهم لك من شوية، فسهل جدًا يا معلم إن أنت على الأقل خالص، على الأقل خالص قُلنا 200,000 جوهرة تقريبًا دي هتطلّع لك حوالي مثلًا 150 أو 200 لاعب من الحدث بقى في العموم. يعني أنت برضه شبه ضامن لاعب 117، ولو حظك وِحِش ومش عارف تقيّد وبتاع، هتبقى ضامن لك يا معلم على الأقل خالص 300 نقطة، وأنت كده ضامن لاعب 116. فيا معلم أنت ضامن 100% 4 لعيبة من 116 ل117. لو حظك رفع 10% تبقى ضامن 5، لو رفع 10% كمان هتبقى ضامن 6. لو حظك جامد أوي ممكن يطلع لك على الأقل خالص 10 لعيبة من 116 ل117 لو مشيت بالضبط ورا اللي أنا قُلته في الفيديو ده. وبكده يا معلم أكون أنا خلّصت اللي عليَّ في الفيديو ده. أتمنى إن أنت تنزل تدوس لايك، أنا تعبت جدًا، جدًا، جدًا في الفيديو ده، سواء كمونتاج أو حساب أو كل حاجة، فأتمنى تدوس لايك وتشترك معانا في القناة. سلام.